برحب ايضا باسطوره الكره المصريه، بالفائز بكاس افريقيا مرتين، بالشامبيونز ليج الافريقي 5 مرات، باحد ابرز الاسماء في تاريخ افريقيا والكره العربيه والمصريه، الكابتن محمد ابو تريكه محلل بي ان سبورت. مرحبا بك. اهلا بك يا محمد. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. الواحد بيحس بفخر ان العالم افتكرنا خلاص من سنه 1930 بقى في هناك دوله عربيه اسلاميه. عشان كده انا حابب ابدا الاستوديو بتاعنا بايه قرانيه. يا ايها الناس انا خلقناكم من ذكر وانثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اكرمكم عند الله اتقاكم ان الله عليم خبير. اعرفونا واحكموا علينا كويس. بلد عربي إسلامي بينظم حدث كبير عالمي. اللي هيعرف قطر ويزور قطر هيقع في حب قطر. كاكا بقاله 3-4 أيام لابس عناب. فشكرا لقطر، والعالم مدين باعتذار لقطر، وقطر إن شاء الله سوف تبهر العالم وسوف نفتخر بها كعرب وكمسلمين إن دولة عربية إسلامية تعتز بالهوية بتاعتها وبتقاليدها وبقوانينها. وامتى تقول امنع وامتى تقول خلاص اوكي عفى الله عما سلف. فنتمنى لها التوفيق. والنبي صلى الله عليه وسلم كان دايما يقول لنا لو اذا شفت حد او عرفت حد ان انت تقول له انت بحبك وادعي له. انا بحب قطر وبدعي لقطر ربنا سبحانه وتعالى يديم عليها الامن والامان، يديم عليها الرخاء، يحفظها من كل سوء. اللهم من اراد بقطر سوء فاجعل كيده في نحره. اللهم من أراد بقطر خير فوفقه إلى كل خير. آمين إن شاء الله.